أحيت جمعية المرأة الذكية في طرطوس نشاط اجتماعي من خلال تقديم محاضرة بعنوان دور المرأة في الحياة الاجتماعية والإعلامية أيضا. ألقت المحاضرة الإعلامية السورية سلام إسحاق وسط حضور فعاليات شبابية وطلابية وجمعيات متنوعة. بداية موضوع جيتي هون لطرطوس أو إلقاء هاي المحاضرة، يعني هاي المحاضرة أنا بتصور لازم تكون محاضرة موجودة بكل محافظة. لازم يكون في إلقاء الضوء على دور المرأة. يقال أن المرأة نصف المجتمع، ولكن ثبت مؤخرا أن المرأة هي كل المجتمع وليس نصف المجتمع. وفي موضوع المحاضرة دور المرأة في الحياة الاجتماعية والإعلامية، نحن نعلم أن الحرب التي شنت على سوريا، وأنا أرفض كلمة مؤامرة لأنه كلمة مؤامرة أصبحت من الماضي. اليوم تشن حرب، وحرب كونية قذرة على سوريا. دور المرأة في هذه الحرب دور فعال، خصوصا أنها حرب إعلامية بامتياز. حرب موجهة، حرب تحاول النيل من نفسية المواطن السوري، تحاول النيل من عزيمة المواطن السوري. المرأة عندما يكون أساس البيت متينا فسوف يكون البناء كله متين. كما حماة الديار يحمون هذه الديار، فنحن يجب أن نحمي هذه الديار كل من موقعه. والمرأة عندما تكون إعلاميا ناضجة، وعندما تكون فعلا استوعبت هذه الحملة التي تتوجه إلى سوريا اليوم، الحرب الإعلامية أقصد، فسوف تكون خير سند للجندي الذي يحرس الحدود. عندما تكون هذه المرأة ناضجة، عندما تكون واعية اجتماعيا وإعلاميا، لن تنال منها كل هذه المحاولات من إحباط وكسر عزيمة. بالإضافة إلى أن هذه الأم التي تربي الأجيال، نحن نعلم اليوم كل الجماعات التي غرر بها ذهبت وانساقت، وأنا أضع لوم كبير على الأم التي لا تراقب أبنائها ولا تضعهم تحت مظلة الوطن. اليوم المرأة عليها دور كبير. فاليوم المحاضرة تدور حول هذا السياق، دور المرأة في الحياة الاجتماعية والإعلامية. هذا النشاط يأتي ليبين دور المرأة ومكانتها في تنشئة الفرد والمجتمع، ودورها الفعال أيضا في الوصول إلى حياة حضارية وإلى مجتمع قوي صحيح معافى بأبنائه وشبابه.